اتصلت بامي قلت لها يا امي والنبي انا محتاجه فلوس ضروري جدا جدا جدا، بس بالله عليكي بالله عليكي ما تعرفيش لابويا ولا اخواتي ولا اي حد عشان جوزي ما يبقاش متضايق. ابعتها لي كده في الدرع بيني وبينك. حاولي لو انت نزلتي تحت شوفي اي حد يبعتها لي على الكاش او على اي حاجه، عشان انا مش عايزه حد يعرف. فالست احترمت ان جوز بنتها او هي بنتها مش عايزه حد يعرف حاجه عنها، يعني تكفى ان امها بس اللي عارفه ومش حابه ان اخواتها يعرفوا. فعدى عليها ابن اختها، ابن اختها عدى عليها اللي هو ابن خالتها، عدى عليها فقالت له والنبي يا ابني معلش هاخد منك بس خدمه، عايزاك قصدي تعمل لي خدمه ان انت تروح لبنت خالتك اختك تناولها بس الفلوس دي، انا داخله معاها جمعيه مع جارتها ومش معرفه حد ايه، ولا معرفه عمك ولا معرفه فلان ولا معرفه اخواتها ولا معرفه حد، فانت عدي بس ادهم لها لان انا والله يا ابني ما قادره اروح لها. قال لها عينيا الاثنين يا خالتي حاضر. قالت لي ومع ذلك اقسم بعزه جلال الله انا وولاد خالتي طول عمرنا اخوات مش اكتر، يعني امي دايما وخالاتي يقولوا اختك اخوك اختك اخوك، ما عندناش اي حاجه والعياذ بالله غلط ولا حد كان بيفكر في حد ولا الكلام ده خالص عندنا. وفعلا ابن خالتي ده اخويا، دي حقيقه مش كلام. المهم بتقول لي جاء رن عليا وقال لي نزلي السبت احط لك فيه، خالتي بعت لك الفلوس دي بتاعت الجمعيه نزلي السبت احط لك فيها. قلت له والله انا ايه ما عنديش سبت. قال لها طب جوزك فوق؟ قالت له لا والله ده مش موجود. قال لها طب خلاص. قالت له طب استنى انا هلبس وانزل بسرعه اخدهم منك. قال لها ايه لا خلاص انا ايه طالع لك اعملي حسابك انا هطلع ادهم لك من على باب الشقه ما تنزليش وتسيبي ابنك. فراح اشترى شويه حاجات حلويات لابني وطلع، وانا فتحت باب الشقه والله ده اللي حصل بالظبط. فتحت باب الشقه ووقفت قدام باب الشقه وانا لابسه الاسدال وابني في ايدي وايه، وطلع هو لحد باب الشقه ناول لابني وقعد يسلم عليه وراح مناوله كيس الحلويات اللي هو جابه له، يعني هو احرج ان هو يجي لنا او يشوف ابني وهو ايده فاضيه، وراح عاطيني الفلوس كده وسلم علينا وقال لي هاتي ابنك وتعالي ومش عارفه ايه. وقف يعني مجرد ما كملش من 4 دقائق ل5 دقائق. فطلعت اخت جوزي كانت جايه وهي طالعه على السلم، لقيتها وقفت على السلم وايه ده بقى ان شاء الله وجوزك مش هنا وايه اللي جاب ده هنا وايه ده ايه ده. انا جالي ذهول ما بقتش عارفه ارد. اللي رد ابن خالتي رد عليها وقال لها ايه الاسلوب اللي انت بتتكلمي بيه ده وايه الطريقه اللي انت بتتكلمي دي، انت ست انت واحده مش محترمه وواحده قليله الادب، انت ليه بتقولي الكلام ده؟ قالت له لا 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 ده كده بقى في حاجه غلط، انت كنت عندها بتعمل ايه ومش عندها بتعمل ايه. وقالت لي قسما بالله انا اللي جه عليا ان انا جسمي كله تلج وبقت دموعي نازله وبقت اعصابي كلها في الارض وبقيت ابص لها انت مجنونه، طب انت بتعملي ليه كده؟ انت ليه بتعملي كده؟ ابن خالتي بص لي كده وقال لي والله يا بنت خالتي الله يكون في عونك يا اختي، وانا لو عوزتيني في اي حاجه اتصلي عليا سلام عليكم، انا مش هقدر اطول معاها اكتر من كده. وخد بعضه ونزل اتصل الشر. قال لي عشان الفضايح والكلام ما يزيدش اكتر من كده. حلفته يمين واتصلت بيه قلت له ابوس ايدك ورجلك ما توصل اللي حصل لا لخالتي ولا لاخواتك ولا لامي ولا لاخواتي، وحياه حبيبك النبي عشان خاطر انا بيتي هيتخرب على الموضوع ده لحد انا ما احله والموضوع يعدي على خير. فنزلت جارتها قالت لها ايه اللي انت بتعمليه ده لاخت جوزي؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عيب عليكي، الراجل جاي يوصلها حاجه، ده انا من فوق نازله وسامعه الراجل بيديها حاجات ونازل، ايه اللي انت بتقوليه وبتعمليه ده؟ قالت لا 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 ده كان عندها وجايباه واخويا مش موجود. طبعا لما اخوها جه قالت له طبعا باسلوب قذر ومراتك كان ابن خالتها هنا وي 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 وي. طبعا الست قالت له ايوه والله هو كان هنا وكان بيديني الامانه اللي انا كنت طالباها من امي، والراجل عدى عليا وعطاني الحاجه من على باب الشقه وقسما بالله ما دخل ولا خط الشقه، ولولا ان ابني طفل صغير رضيع 2 كنت خليته شهد عليا ان هو والله ما دخل ولا خط باب الشقه، وهو مصدقها ويقول لي ايه اللي جابه وانا مش موجود، ايه اللي دخله وانا مش موجود، واقسم له بالله ان هو ما دخل، وهو موريني ايام سودة اعصابي تعبت طول الوقت، انا بعيط طول الوقت حزينه طول الوقت انا مش قادره استوعب اللي حصل لي. اتصلت بيها بدل مره 2 و3 قلت لها حرام عليكي اتقي الله، انا وليا زيك انا ما اذيتكيش في شيء، ما شفتش مني اي اذى، ما شفتش مني اي حاجه وحشه، ليه بتعملي فيا كده؟ تقول لها لا اخويا ما حدش يستعبطه، اخويا مش عارفه ايه انت كلام بقى انا مش قادره اقوله بصراحه، كلام مستفز لان هي قذره وما تربتش وما لقتش معلش اسفه في اللفظ يعني راجل يعرفها يعني ايه اصول بيوت ويعني ايه حرمه اخوكي. ازاي اصلا يعني تربيتها تخليها تتشجع وتعمل فضيحه لمرات اخوها بالقذاره دي؟ ازاي اصلا اصول عيلتكم يا اخ يا محترم يا جوز الست اللي بتبعت المشكله، حضرتك قبلت على زوجتك ان اختك تهينها بالطريقه دي وتفضحها في البيت وفي العماره بالطريقه دي وتقف تنزل للمستوى ده؟ انت ازاي اصلا قبلت حتى لو عقاب مراتك بينك وبينها لاي ان كان اخطات او ما اخطاتش انت كنت المفروض تعاقب اختك؟ ازاي اتجرأت على مرات اخوها وفضحتها في وسط العماره بالقذاره والاتهام في العرض وفي ازاي يعني ازاي انت قبلتها على مراتك؟
ازاي اختك ما اتحاسبتش اكتر من مراتك؟ مراتك اقسمتك بالله، انت شفت من مراتك شيء وحش عشان ما تصدقهاش، قالت لك هتصل لك بابن اخويا، والجاره اللي فوق شهدت ان هي الراجل ما دخلش، وان هي كانت سامعه الراجل وهو واقف من على باب الشقه من ساعه ما عطاها لحد ما نزل ما كملش 3 4 دقائق. فانت مش مصدق، عاقب مراتك بينك وبينها او فهمها غلطها. لو هي اخطات، لو هي اخطات، الست ما اخطاتش، ما اجرمتش، ما عملتش اي شيء غلط. ده ابن خالتها في مقام اخوها، هي ما دخلتهوش البيت، هي خدت الحاجه منه، السلام عليكم وعليكم السلام، ما عملتش اي حاجه غلط. حتى لو انت شايف ان ده غلط ومن حقك ان انت تشوفه غلط او صح، تكلمها بالادب وبينك وبينها. لا ما يصحش طول ما انا مش موجوده حتى العماره ما يطلعهاش، خلاص براحتك، ده حقك، ده حقك والله، ما حدش يقدر يلومك. انا اللي بلومك عليه والاكتر والاكتر ان انت بتعاقبها على حاجه هي ما عملتهاش، يعني ظلم. يعني استفتي قلبك، استفتي قلبك، ده اولا. ثانيا ان انت سبت اختك تعمل كده، انا معلش مش هتكلم على شخصيه زي ديت، لان ديت دين تو دين، اللي انت عملتيه في مرات اخوكي بالزور هيتعمل عليكي برضو بالزور واكتر واكتر والله. وسكت هي اتفضحت بين ناس جيرانها 2 و3 سمعوا وجوزها خاصمها ومبهدله وعامله، فانت الله يكون في عونك في اللي ربنا هيردهولك. اتقي الله، ده انت وليه وهي وليه، بس هي تربيتك اللي غلط، تربيتك اللي غلط. حسبي الله ونعم الوكيل، تربيتك اللي غلط. انت عايزه تربي من اول وجديد، وانت ربنا هينصفك وهيبين الحقيقه. اصبري احتسبي، والله العظيم اصبري واحتسبي، ربنا هيبين الحقيقه وهتظهر الحقيقه، والظلم هيعدي وهو نفسه هيتاسف لك ان هو ظلمك. وان شاء الله عشان انت عندك صبر ان مش عايزه بيتك يتخرب، فربنا هيقف جنبك عشان انت انسانه كويسه ومحترمه. صدقيني والله، صدقيني ربنا هينصفك وهيقف جنبك عشان انت انسانه محترمه وما عملتيش غلط، فربنا هينصفك ان شاء الله. وهي ربنا هيوريكي فيها ايه وهياخد حقك منها تالت ومتلت. نربي بناتنا شويه يا جماعه، نربيهم شويه.